السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا في افضل حال. كيكة البرتقال الخطيرة اللي انتوا شفتوها دي مقاديرها بسيطة جدا وسهلة. عملتها كلها باربع برتقانات لا غير. سهلة وبسيطة ومكرملة كده بطريقة سهلة جدا، وان شاء الله هتعجبك. بص، شايفين لونها وهشاشتها؟ ولا اروع ولا اجمل. برتقانتين عملناهم في العجينة، وبرتقانتين زينا بيهم مع الكراميل بحاجة بسيطة جدا. والكيكة دي كلها على بعضها باتنين بيضة، مش اكتر يعني، لا مقادير كتير ولا حاجة. طيب، هنبدأ على طول. أول حاجة طبعا في البرتقان، هجيب معايا دول أربع برتقانات. هاخد البشر بتاعهم وهركنه على جنب، وبعد كده هقشر البرتقان بتاعي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده عشان اطلع القشرة البيضة دي اللي بتعمل معايا مرارة. وطبعا نوع البرتقان مهم جدا، ان هو احنا محتاجين البرتقان اللي بسرة، مش البرتقان اللي هو العصير اللي فيه بذر، لان احنا لو ضربنا البرتقان بالبذر هيمرر معانا الكيكة. فمهم جدا البرتقان يكون البرتقان اللي هو مفيهوش بذر. تمام. هجيب هنا معايا برتقانتين، هبدأ اقطعهم كده مكعبات واحطهم في معيار الكوباية اللي انا هستخدمها النهاردة. فانا البرتقانتين كده وسط عملوا معايا الكوباية اللي انا محتاجاها. بصوا شايفين؟ اهو، سهلة جدا وبسيطة. شايفين بقى؟ عشان اتأكد بس من المعيار بتاعي دي كده الكوباية اللي انا هستخدمها في العجينة بتاعة الكيك. هنا دول بقى برتقانتين هزين بيهم. طبعا انا ما احتاجتش التزيين ده كله، الكميه دي كلها في التزيين. فخدت منهم ما يعادل 2 برتقان، يبقى المقدار كله على بعضه كان 4 برتقانات. تاني خطوه بقى هعملها، هكرمل السكر في الصينية اللي هو هيديني الوش اللي انتوا شفتوه. برفعهم على النار كده هادية لحد ما بياخد معايا من غير دون اي تقليب خالص، لحد ما بياخد معايا اللون ده. وبعد كده هبدأ اقلبهم بعد ما برفعها من على البوتاجاز، وهرفع كده شوية من الكراميل على الجناب عشان ما تلزقش معايا. طبعا احنا في الجو برد، فهتلاقي الكراميل اللي بيمسك معاكي بسرعة. خلاص، هبدأ اسويهم كده وافرد الكراميل كله في الصينية واركنهم على جنب. بس ايه، احط عليهم شرايح البرتقان اللي انا هزين بيها. شايفين؟ سهلة جدا وبسيطة لحد دلوقتي، مفيش اي صعوبة في الموضوع، واللي جاي كمان اسهل واسهل. خلاص، هبدأ ازينهم وكده. ايه تاني خطوة؟ خلاص، نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي المقادير الجافة. المقادير الجافة معايا عبارة عن كوبايتين من الدقيق، وهحط عليهم ورقة بيكنج باودر ورشة من الملح. حاجة سهلة كده وبسيطة. هقلبهم مع بعض كده واركنهم على جنب برضو. يبقى كام حاجة ركناها على جنب؟ عدوا معايا. نيجي بقى للحاجات اللي هنضربها في الخلاط. معايا كوباية ونص من السكر، لان احنا هما المعيار كوبايتين، خدنا منهم يعتبر نص كوباية في الكراميل. كوباية ونص من السكر، وكوباية البرتقان القطعة اللي احنا عملناها مع بعض، ونص كوباية من الزيت، وبيضتين، وكيس من الفانيليا البرتقان، ممكن تستغني عنها عادي جدا. وربع كوباية، أقل من ربع كوباية لبن، يعني حوالي 3 معالق كده بالظبط، عشان بس ايه، العصير البرتقال ما فيهوش عصير كتير يعني. خلاص. وطبعا هاخد معلقة كبيرة من بشر البرتقال اللي احنا كنا بشرنا. هضربهم كويس جدا لحد ما اتأكد تماما ان السكر داب تماما. وبعد كده هنزل بالمقادير السايلة الحلوة دي على المقادير الجافة، وهقلبهم مع بعض لحد ما يديني عجينة كده. الدقيق يختفي معايا تماما وما يبقاش فيها اي تكتلات. شايفين؟ موضوع سهل جدا جدا. لحد هنا اظن كيكة ما فيهاش اي صعوبة. يعني احنا ما عملناش، ما عصرناش البرتقان وخدنا العصير بتاعه، لا، هو هي البرتقان كاملة. برتقانتين ضربناهم زي الفل. خلاص. هنا قلبت الخليط بتاعي كويس جدا وصبيته على الكراميل والبرتقال. وبعد كده هكون شغلة الفرن على درجة حرارة 180. هدخلها الفرن في الرف اللي في النص لمدة حوالي ساعة إلا تلت. بصوا شايفين؟ ما شاء الله ارتفعت تماما. وما تفتحيش أبدا الفرن على أي كيكة قبل ما يعدي عليها نص ساعة. فبعد ساعة الا تلت كده انا فتحت عليها لقيتها لسه. بعد كده اول ما خدت اللون اختبرتها بالسكينة لقيتها طلعت معايا نظيفة، يبقى هو كده تمام. خلاص. واول ما بتخرج معايا من الفرن على طول وهي سخنة، بسلك الكيك بتاعي من على الجناب واقلبها، عشان لو ما قلبتهاش اول ما تخرج من الفرن
هتلاقيها لزقت معاكي والشكل والكراميل بتاعنا ضاع تماما. يبقى عشان تاخدي الشكل اللي انت شايفاه ده قدامك مهم جدا تقلبيها اول ما تخرج من الفرن على طول. خلاص شايفين هشة ازاي وجميلة وتحفة وشيك جدا لو قدمتيها للضيوف. وطبعا من احلى كيكات البرتقال اللي ان شاء الله هتجربيها. هنا بقى في خطوة مهمة وانتي بتقطعي الكيكة دي بالسكينة. مهم جدا تحطي السكينة اللي انتي بتقطعي بيها في كوباية فيها مية عشان هتلاقيها لزقت معاكي وفرولت معاكي الكيك. تمام كده، وهقطعها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واقدمها بألف هنا وشفا. كيكة سهلة جدا بسيطة ما فيهاش اي تعقيد، مقاديرنا بسيطة جدا. ما كلفتنيش لا وقت ولا مجهود، يعني اكبر وقت هتاخديه في تحضير الكيكة دي اللي هو لما تدخليها الفرن، اللي هي وقت الكيكة وهي في الفرن. بصوا شايفين الجمال، حلوة قوي، سهلة بسيطة. هقولك المقادير بالظبط تاني. معايا كانوا 4 برتقانات، خدت 2 منهم في التزيين و2 منهم قطعتهم مكعبات ضربتهم، وعليهم نص كوباية من الزيت، معلقتين من اللبن، وكيس من الفانيليا البرتقان أو الفانيليا العادية، وبيضتين ومعلقة بش برتقان ضربتهم كويس جدا. بعد كده نزلت بالخليط ده على كوبايتين من الدقيق، ورقة بيكنج باودر، رشة من الملح، ودخلتهم الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالي 45 دقيقة. بعد كده بقدمها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهي بقلبها على طول وهي سخنة، ما بتفتحيش عليها الفرن ابدا قبل ما تعدي نص ساعة عشان ما تهبطش معانا. وبالهنا والشفا. بصوا شايفين جمالها، تحفة جدا، ببيضتين، المقدار ده كله ببيضتين، فمقاديرها مش مكلفة ابدا. اظن في الشتاء البرتقال ما بيخلاش من عندنا، وبالتالي ممكن الكيكة دي ما تخلاش من عندك. سهلة وبسيطة واقتصادية. هنا بقى كنت عملت معاها كيك الرواني، نزلته في الفيديو اللي قبل ده هتلاقوه. كيكة حلوة قوي قوي، انصحكم تجربوها، صدقوني من احلى الكيكات، سواء كيكة الرواني او كيكة البسبوسة او كيكة البرتقال، تحفة. هتعجبك، سواء هتقدمي دي لضيوفك او دي ان شاء الله هتعجبكم. لو لمزيد من الفيديوهات ووصفات اكتر تابعوني، وهتلاقوا وصفات كتيرة تحفة من معجنات ومخبوزات وحاجات هتعجبكم بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية ومن غير أي تعقيد. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك، سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. والسلام عليكم.